بجددوا الدماء مثل ما بجددوا دماء اللاعبين، دماء المدربين، حتى يجدد الدماء. برشلونة انتصر بهدفين نظيفين على ختافي. ختافي اللي بأرضه ونادي صعب، منافس صعب انك تتجاوزه اصلا، غير طريقة واسلوب لعبه اللي بيلعبها بشكل عام، هو تعود عليه اصلا. وتقول ختافي بتعرف انه هو عبارة عن فريق بيتكتل دفاعيا، صعب انك تتجاوزه. ولكن برشلونة رغم انه هو دخل المباراة و يعني في فارق بينه وبين منافسه او غريمه ريال مدريد 8 نقاط و9 نقاط اذا خرج متعادل، الا انه فات بعقلية، فايت ليحسم المباراة، ليتصدر بفارق 11 نقطة، ليحسم الامر بشكل ابكر، حتى يتوج بالليغا بشكل ابكر. وتبقى مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد هي فقط تحصيل حاصل، فقط جولة وستمضي. ريال مدريد اليوم مهدد بشكل كتير كبير انه يخرج بموسم صفري للموسم الثاني على التوالي. تخبطات عم يعيشها الفريق، ممكن بسبب المدرب، ممكن بسبب اللاعبين، ممكن بسبب القيادة أو الإدارة، فينا نقول بسبب بيريز. اليوم أغلب مشجعين ريال مدريد عم تنتقد بيريز، عم تنتقد إدارته، بيقولوا عنه رجل كبير، كبر بالعمر، جيبوا لنا جددوا الدماء مثل ما بجددوا دماء اللاعبين، دماء المدربين، حتى يجدد الدماء. ريال مدريد عم بيعاني، نادي كبير عريق مثل ريال مدريد يخرج بموسم صفري للموسم الثاني على التوالي، هذا شيء كبير. اما بالنسبه لبرشلونه قريب من حسم اللقب الثاني، لقب الدوري الاسباني وكاس السوبر الاسباني اللي جاء عن طريق غريم ريال مدريد.